علم علوم ولا علم رياضة؟ وايه الاصعب ما بينهم؟ هلخص لك الموضوع في فيديو وان شاء الله بعد ما تشوفه هتقدر تاخد قرار. علم علوم بعتبرها شعبة علمية بطريقة مذاكرة أدبية. انت فعلا بتاخد مواد علمية زي الأحياء والجيولوجيا، لكن هي عبارة عن معلومات وانت بتحفظها. الأحياء فيها رسومات وشوية مسائل لكن برضه في الآخر حفظ. الميزة في الموضوع ان الكرياتيفيتي في وضع الامتحانات مش عالي قوي، فانت لو مذاكر كويس في الأغلب هتتعامل وتعرف تحل. والكلام ده انا بنقله عن تجربة دفعتي انا 2020 النظام القديم. العيب بقى في علم علوم هو التنسيق، بيبقى أعلى شعبة في الثلاثة. علم رياضة بقى الميزة انك لو مش بتحب الحفظ والرغي الكتير وبتميل للتطبيق اكتر، الشعبة دي انسب ليك. والميزه الثانيه ان التنسيق بيبقى انسب من علم علوم. العيب بقى ان الكرياتيفيتي بيبقى عالي والصعوبه في امتحانات الرياضه بتبقى عاليه جدا، بيبقى مطلوب منك انك تكون فايق ومركز وجاهز كويس ومتدرب كتير. ايه الاصعب بين الاثنين؟ اصعب واسهل دي مساله نسبيه، الصعب والسهل بالنسبه لي غير الصعب والسهل بالنسبه لك. انت اسمع الفيديو من اوله لاخره واعرض على نفسك اللي انا قلته لك واسال نفسك